اهلا بيكم حلقه جديده، والنهارده هنتكلم على ماتش مصر والبرازيل، البروفه الاخيره قبل ماتشات منتخبنا في كاس عالم 2026. طبعا كتير هيقولك احنا اتاخرنا وكان المفروض نتكلم بعد الماتش على طول، بس الحقيقه انا كنت محتاج اتفرج على الماتش تاني. يعني انا اتفرجت عليه الساعه 1 بالليل وانا بنام، فقلت لا، تاني يوم لازم اتفرج على 90 دقيقه كلهم تاني عشان نفهم افكار كابتن حسام حسن، واقول لك احنا هنعمل ايه قدام بلجيكا. عشان الفرجه الاولانيه دي انا كنت ميت فعلا. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه بقى، لايكاتك وكومنتاتك والسبسكرايب والشير. احنا زدنا 300 سبسكرايبر في حلقه واحده بس، اللي كانت الكلام على قائمه منتخب مصر لكاس العالم 2026. فشد حيلك بقى عشان العيله بتكبر بجد. بص انا هكلمك بمنتهى الامانه، 2-1 وخساره من البرازيل لا تعنيني، والسكور نفسه حتى لو كان هيفي سكور 4-5 والله العظيم لا يعنيني. انا عارف ان ناس كتير ومنهم كابتن حسام نفسه كان خايف السكور يكون كبير فناس تنتقده، بس الحقيقه بقى ان الماتشات الوديه اصلا معموله عشان تجرب افكارك وتجرب خطط لعب كتير، وتشوف مثلا لو سبت الكره مع الفريق واستقبلت لعب هتعمل ايه، ولو انت بتضغط عالي هتعمل ايه. فالنتيجه لا تعنيني. كابتن حسام بدأ الماتش باربع مدافعين، الشوط الثاني لما نزل صلاح لعبنا بخمس مدافعين، وده هيبقى شكلنا في كاس العالم. احنا يا جماعه ان احنا نلعب باربع مدافعين صرف كده بصراحه كده عرانه دفاعيه، ولو عندك جون تاني غير مصطفى الشوبير في الشوط الاول كنا لبسنا 3-4 عادي. فدي اول فايده من الماتش، ان احنا مبدئيا ماتشات كاس العالم كلها الكبيره باستثناء ماتش نيوزيلندا هنلعب بخمس مدافعين ورا. ده حتى لو صلاح ما بدأش اساسي في اي ماتش، مع اني اشك طبعا، انا شايف ان صلاح هيلعب الماتشات كلها يبدا اساسي، ممكن يتبدل اخر 10 دقائق ربع ساعه لو المنتخب مش محتاجه. لان احنا الشوط الاول كنا بنلعب باربع مدافعين وعندنا اتنين وينجات زي هيثم حسن وتريزيجيه بيرجعوا مع الباكات فتوح وهاني، ومع ذلك كنا بنستقبل فرص لعب. كنا بنلعب باتنين ستة جنب بعض، مهند لاشين ومروان عطيه، ومع ذلك كنا برضو بنستقبل لعب. فدي اول نقطه انا وانت غالبا متفقين عليها، احنا نلعب خمسه ورا. تاني حاجه برضو طلعنا بيها في الماتش ده هي مروان عطيه. مليون في المية اساسي رقم 6 بتاع منتخب مصر هيكون مروان عطيه مش مهند لاشين. يعني كابتن حسام لو خطه اللعب بتاعته مبنيه على ان فيها واحد بس رقم 6، الواحد ده هيكون مروان عطيه مش مهند لاشين، لان مروان اظهر انه طلوعه بالكوره اسهل وسلس 100 مره عن طلوع مهند لاشين، وده مش عشان غلطه الجون الاولاني. مهند قبل غلطه الجون مرتين وثلاثه بيعمل نفس الموضوع وبيستنى يتضغط عليه وفي الاخر بتتقطع منه. وده والله مش عيب في مهند، بس فعلا مهند لاشين علشان رتم اللعب في الدوري المصري اهدى كتير من المستويات اللي هنشوفها في كاس العالم، فالراجل فاكر ان هو عنده 3 و4 و7 ثواني يستلم لوحده ومحدش يضغط عليه. الحقيقه ان انت مش هتشوف الكلام ده في كاس العالم، اي فرقه هتضغط عليك عالي هتضغط عليك باثنين وثلاثه هتغلطك. فدي تاني نقطة، مروان عطية هو الأساسي رقم 6 بتاع منتخب مصر. تالت فايدة طلعنا بيها هي إن أنا لو حبيت ألعب كورة، ولازم هكون أحب ألعب كورة لأن أنا رايح كأس العالم أظهر للناس إن أنا عندي كورة، لازم إمام عاشور يكون في الملعب. بص سيبك من اخلاقياته، سيبك من حبك ليه او كرهك ليه سواء اهلاوي او زملكاوي، ممكن 90% من الشعب المصري ما بيحبش امام عاشور، احنا مش هنا. انا هكلمك عليه فنيا. فعلا الوحيد في مصر في نص الملعب اللي قادر يطلعك بكرات كتير، سواء كرات عاليه، كرات قصدي طوليه، او سواء الباصات اللي بيلعبها في نص الملعب، وما بيخافش، يعني ممكن ياخد ريسك انه يشوط من اي حته حتى لو هتروح شكلها سيء جدا. فوجود واحد زي امام عاشور في منتخب مصر اساسي هيكون مهم. ادي ثالث فايده. رابع نقطة أنا وأنت لازم نتفق عليها عشان ما نقعدش نتخانق عليها على مدار ماتشات كأس العالم كلها، إن كده كده صلاح ومرموش الاتنين دول الأساسيين منتخب مصر، والاتنين هيلعبوا الاتنين المهاجمين اللي قدام، وصباح الفل الاتنين دول مش هيعملوا أي واجبات دفاعية، ده عشان ما بس ما نقعدش أنا وأنت نتخانق مع بعض. على الرغم إن مرموش لعب ماتش وحش جدا قدام البرازيل، واللي اتطلب منه تقريبا ما نفذهوش، وفكره ان مرموش عايز يتعامل معاه ان هو مهاجم رقم 9 اللي هو القوي اللي يحط الكرة تحت صدره، يحط المهاجم في ظهره ويستلم ويبقى ظهره للملعب، مرموش مش هيعمل الكلام ده خالص. حمزه عبد الكريم نزل 10 دقايق عمل اللعبه دي مرتين، مصطفى محمد لو كان موجود كان هيكون تارجت مان او محطه تطلع عليه، مرموش مش الشخص ده. فعلى الرغم من كل المساوئ دي الا ان كابتن حسام هيلعبه علشان صلاح ومرموش الاثنين فوق الكوره ومش هيدافعوا معانا. واكيد مش طبيعي يكون عندي واحد من اكبر المحترفين اللي عندي بيلعبوا في اوروبا في فرقه زي مانشستر سيتي تحت ايد جوارديولا ومش هيلعبه اساسي، الكلام ده مفيهوش اي نوع من المنطق. فاحنا اتفقنا او اختلفنا هو كده كده هيلعب اساسي هو وصلاح. طيب يعني احنا تقريبا انا وانت وصلنا لملامح التشكيل للاساسي للمنتخب في كاس العالم، وخصوصا ماتش كبير زي ماتش بلجيكا اللي انا بفتتح بيه مشواري في البطوله. شوبير اللي انا كنت لازم ابدا كلامي اساسا بيه هو كده كده جون مصر الاساسي في كاس العالم، وبصراحه يعني مع احترامي لاي حد شوبير فارق كتير جدا عن مستوى الحراس الباقيين، سواء المهدي سليمان، محمد علاء، او حتى محمد الشناوي اللي ما شاركش بصفه اساسيه مع الاهلي السنه دي.
غير ان جودة الكرة معاه نظيفة جدا، الواد بيطلع كويس جدا بالكرة. اكيد هيغلط، واكيد في معسكر المنتخب احنا مش هنلحق نحفظ اللعيبه ازاي نبيلد اب صح، لان اصلا المعسكرات الوطنيه دي او الدوليه دي ما بتبقاش طويله جدا. بس مصطفى شوبير اصلا بيلعب كوره كويس برجله، فهيفيدك. تاني حاجه اتفقت عليها انا وانت ان احنا نلعب بخمس مدافعين، فيبقى مصطفى شوبير خمس مدافعين، اتنين نص ملعب مروان وامام عاشور، واتنين مهاجمين صلاح ومرموش. كده انا خنقت معاك على حاجتين. الاسم رقم 11 في الفرقه دي هيكون مين، سواء تالت في نص الملعب كتلاتة فلات، او هيلعب قدام الاتنين مروان وامام، دي لسه هنتناقش فيها انا وانت. والخناقه التانيه هي الخمس مدافعين دول اساميهم ايه او هم مين. مبدئيا كده الخمس مدافعين: باك رايت محمد هاني، باك ليفت فتوح. تعالى بقى نتخانق في الثلاثه مدافعين. انا بقول ان الثلاثه بتوع قلوب الدفاع دول احنا لو اعتبرناها اكنها ليبرو، فالنص اللي في النص بالظبط هيكون حمدي فتحي، لاسباب كتير جدا. حمدي فتحي لو احتاجته في وقت من الاوقات انه يشد شويه قدام الاثنين مدافعين هيعرف يعملها، ولو طلبت منه نرجع ورا الاثنين مدافعين برضه هيعملها، زي ما موسيماني في 2021 مع النادي الاهلي. خلاص كده يبقى انا ناقص لي اتنين قلوب الدفاع اللي في وسطهم حمدي فتحي. الاتنين دول كابتن حسام غالبا هيخليهم منعم وياسر ابراهيم زي ما لعب في الشوط الثاني في ماتش البرازيل. بس انا بصراحه شايف ان ياسر ابراهيم الناحيه دي صعبه جدا. الجون التاني اللي دخل في المنتخب في ماتش البرازيل، هاني طلع قابل الباك بتاع البرازيل اللي جاي كده خلاص، فبقى الوينج اللي هنا موجود، مش فاكر كان فينيسيوس ولا رافينيا، هو اللي ياسر طلع من منطقتنا هنا عشان يروح يبقى معاه. طلوع ياسر من منطقه الامام بالنسبه لياسر الناحيه دي صعب جدا. اولا لان ياسر ابراهيم مش سريع، فالوينج اللي هيروح واحد على واحد على ياسر غالبا هيعدي منه سرعه. يعني ياسر ابراهيم بيتكلفت من 2020 من ايام بن شرقي كان في الزمالك، فياسر ابراهيم مليون في الميه لو لعب واحد على واحد على الوينج اللي هو غالبا هيبقى دوكو في ماتش بلجيكا هنتروق. فانا ما اتمناش ياسر ابراهيم يكون هو المدافع الثالث من الناحيه دي. طب مين يا ابو حميد اللي ممكن يلعبها؟ انا شايف يا ربيعه يا محمد عبد المنعم. لو محمد عبد المنعم جاهز مليون في الميه يكون هو المدافع الثالث من ناحيه اليمين لغطي ورا هاني، او رامي ربيعه، بما ان رامي اصلا كان بيلعب باك رايت زمان، بما ان برضو ان ربيعه احتكاكاته البدنيه والسرعه مع واحد زي دوكو لما هاني هيقابل الباك هتبقى موجوده. ياسر ابراهيم مش هيعرف يعمل ده. يبقى احنا كده متفقين: هاني، ربيعه او منعم، حمدي فتحي، فتوح. الراجل اللي هنا الخامس بقى المدافع ده انا اتمناه حسام عبد المجيد، لان حسام برضو بيطلع بالكره كويس ومدافع طويل. انا ده اللي اتمناه. الحسام حسن هيعملوا ايه؟ حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، منعم، او حمدي فتحي، منعم، والتالت ممكن يكون ربيعه مثلا. يعني واحد من الاسامي اللي بقول لك هيبعد قوي حسام عن التشكيل بتاع المنتخب، يعني حسام عبد المجيد هيبقى بعيد عن التشكيله. مع ان انا لو اتمنى حد يكون الثلاثه بيطلعوا بالكوره كويس، ده مهم. لان انا معلش يا جدعان شكلي بالخمسه كده وانا بدافع وبستقبل لعب، بس اوقات كتير هكون بطلع على المدافعين دول، فالمدافعين دول لو كورتهم وحشه زي كوره ياسر ابراهيم انا مش عارف العب. يبقى احنا كده خلصنا الدفاع. انت بتتكلم في الخمسه اللي ورا، انا وانت اتكلمنا عليهم: اتنين مروان وامام عاشور، اتنين مهاجمين صلاح ومرموش. كده انا وانت فاضل لنا اسم واحد، وهو مش هيطلع عن واحد من الاتنين، يا اما مهند لاشين، فانا هلعب خمس مدافعين قدامهم مروان ومهند لاشين، قدامهم امام عاشور وصلاح ومرموش، وساعتها هتبقى بتدافع بسبع لعيبه صرف وبتهاجم بثلاثه بس، مرموش وصلاح وامام عاشور. ودي خطه بصراحه هتبقى خنيقه لان مش هنلعب بيها كوره خالص. او الاسم التاني وهو تريزيجيه، هلعب خمسه والعب قدامهم ثلاثه فلات، يبقى تريزيجيه وامام وفي نصهم مروان عطيه، واتنين مهاجمين صلاح ومرموش. يبقى انا بلعب 5-3-2، يا اما هلعب 5-2 مهند ومروان وقدامهم امام وقدامهم صلاح ومرموش، يبقى 5-2-1-2. دول الخطتين اللي حسام حسن غالبا هيعتمدهم طوال مشوار البطوله. انت هتقول لي طب احنا في ماتش بلجيكا نعمل ايه؟ كده كده ماتش بلجيكا في مراجعه نهائيه هنتكلم على افكار جارسيا مدرب بلجيكا وافكار والخطط اللاعب اللي هيتبعها مع منتخب بلجيكا، فده خليه في الحلقه. بس مبدئيا اي ماتش كبير غالبا هيبقى زي ما قلت لك كده، هلعب 5-2-1-2 او 5-3-2، وهيبقى معايا بره شويه اوراق رابحه زي هيثم حسن، زي مصطفى زيكو، زي ابراهيم عادل، زي زيزو، زي اسامي كتير قوي بره. فيعني ده كان كلام سريع على ماتش مصر والبرازيل وافكار كابتن حسام حسن، والتجربه انا شايفها مفيده جدا، على الرغم من ان احنا تقريبا من هنا حتى لو صعدنا لدور ال 16 او دور الثمانيه او كل الادوار دي احنا غالبا مش هنواجه منتخب امريكا الجنوبيه غير لو كملنا لغايه مثلا دور الثمانيه. فما كنتش فاهم قوي احنا بنلعب منتخب من امريكا الجنوبيه ليه زي البرازيل.
بس الحقيقه ان في شويه افكار كابتن حسام جربها، عشان في حاجات وقف عندها قال لك انا مش هعملها تاني، زي موضوع الاربعه اللي ورا ده. اعتقاد شخصي ان هو غالبا مش هيلعب بخطه الاربعه 3 3 او 4 2 3 1. احنا كده هنبدا بخمسه ورا. وصلنا للنهايه، شكرا يا صديقي لو كملت للاخر. ما تنساش لايكاتك وكومنتاتك والسبسكرايب والشير، والله احنا بنكتر وبنكبر جدا. كومنتاتك كمان اهم حاجه عشان نتناقش في خطه لعب كابتن حسام اللي هيعتمدها في ماتش بلجيكا وماتشات كاس العالم كلها.